الفيديو النهاردة ان شاء الله مليان بالاحداث الجميلة، ان شاء الله تعجبكم. وجبت لكم كمان سر الصنعة. يلا بينا نشوف ايه هو وازاي هنبدأ الفيديو بتاعنا مع بعض. اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. حبايبي واخواتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كده يا رب بخير. صلوا على النبي، وصباح الخير أو مساء الخير حسب التوقيت اللي بيشوف فيه الفيديو. ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهارده ينال اعجابكم. طبعا النهارده زي ما شفت في الموجز الاول بتاع الفيديو كان في احداث كتير، حاولت اختصرها لكم. اول حاجه كده عملت بقى البوكس بتاع الفطار للمدارس. طبعا انتوا عارفين دلوقتي احنا في وقت المدارس. عملت بقى السندوتشات بقى على حسب الموجود عندك واللي ولادك بيحبوه. انا هنا عملت لهم كل بقى الواحد كل اللي بيحبه. عملت لانشون وجبنه تركي، وكمان بيحبوا الجبنه البيضاء على الشيبسي. حاولوا بس ان انتوا تجيبوا العيش ده صابح اول باول كده عشان خاطر ما يبهدلهمش في المدرسة، او لو تعملوه في البيت يكون احسن واحسن. بس هنعمل بقى البوكس كده وهنبعتهم المدارس بتاعتهم. ربنا يوفقهم كلهم ويوفق ولادكم جميعا يا رب. وبعد كده هنشوف اللي ورانا. معانا فيديو جميل النهاردة ان شاء الله يعجبكم. تابعوني للاخر، ولو وصلتوا معايا لغاية هنا ولسه ما كنتوش اشتركتوا في القناة، يا ريت تنزلوا تشتركوا في القناة قبل ما تنسوا تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بننزله اول باول، ويوصلك اشعار باذن الله. لايك بقى كده عشان ترفع الفيديو. ويلا بينا نشوف. جبتلكم النهاردة سر الصنعة. انا عملت الفيديو ده النهاردة على حسب رأيكم على السؤال او استطلاع الرأي اللي انا نزلته على المنتدى، وكان رأيكم اكتر من 100% عايزين فيديو عن المشاوي. فحاولت النهاردة ان انا اجيب لكم سر الصنعة من مكانها والله، وهنعملها كمان على الفحم. تابعوني ان شاء الله تعجبكم. هقولكوا كمان على التتبيله اللي تخليها موجوده عندك على طول، تنجز معاكي اوي في الوقت. خلصنا كده البوكسات، وكمان كان عندنا مسكرات كده طالبينها منهم كبيره قوي. انا هنا عند المكنه ديت بتاعتنا في البيت صورت لهم كده المذكرات بتاعتهم، وحضرتها كمان عشان يجوا يلاقوها جاهزه على طول الدروس. هو ده بقى ايه الوجبة بتاعتنا النهاردة كده. الفراخ اللي احنا مربينها مع بعض اللي شفتوها معايا قبل كده في كام فيديو، وكمان دبحنا منها قدامكم كام مرة. انا هنا ايه عملت واحدة كده صبحة فريش وذبحتها ونضفتها وقطعتها وخدتها كده بقى ايه على التتبيله الجميله دي. هقول لكم بقى على التتبيله. التتبيله بتاعتنا النهارده بصل وطماطم وفلفل اخضر وفلفل الوان لو حابه، وكمان بتحط عليها بقدونس بس في الاخر بقى بعد ما تتشوي. كمان عندك ليمون، خل، كمون، بهارات 7 بهارات، ملح وفلفل. قلبيهم مع بعض وليمون. ممكن تخليهم بقى عندك في باب التلاجة او لما تحتاجيه، بس يا ريت تتبل قبلها بيوم او قبلها بليله وتتغطى في التلاجة، بتكون اجمل واجمل. هي هنا كمان انا تبلتها قبلها بساعه، لكن لو كان في وقت تبلتها كانت هتبقى احلى واحلى. طلعنا بقى كده الفحم، استنينا شويه على ما ولع كله. بعد كده لميناه على بعضه تحت الشوايه بتاعتنا ورصيناها بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينها ده. وطبعا كانت ريحتها مش عايزه اقول لكم قلب الدنيا. وكمان الشوي على الفحم بيكون صحي جدا جدا ويفتح النفس. اخدت حوالي ساعة. هنا بقى ده السر اللي جبته من المطعم، انه المفروض كده بيغلفها من فوق كويس اوي بالفويل كام طبقة، وهي لسه على الفحم، وبيرجع يرجعها تاني على الشواية كده وهي متغلفة من فوق من تحت عشان خاطر تستوي كويس من جوه. بالرغم من ان حجمها صغير، حاولوا كمان وانتوا بتشوا على الفحم بالذات يكون الفراخ حجمها صغير، تكون 1.5 كيلو او 2 كيلو بالكتير،
ولو 2 كيلو يفضل كمان ان انت تبيتيها في التلاجة قبلها بليلة في التتبيلة بتاعتها متغطية في التلاجة عشان خاطر تستوي. وكمان حاولي ان انت تعملي فراغات كده في اللحم بتاع الصدر او الورك لو كان كبير بالسكينة. هنا احنا كنا مقطعينها اهوت 8، ممكن تقطعيها اكتر حتى لو هي كانت صغيرة، بس عشان خاطر بتديها فرصة ان هي تستوي اكتر على الفحم. انا هنا كنت واخدة الخضار ده على اساس اللي هو الطماطم والبصل والفلفل الاخضر، فلفل الالوان، على اساس ان انا اشويه جنبها بيبقى طعمه جميل جدا، ولكن حبيت برضو ان انا احطه فوقها كده. انتوا اعملوا بقى زي ما انتوا عايزين. وده كان الشكل النهائي بتاعها. عايزه اقول لكم ريحتها تجنن وتفتح النفس، للي لسه واكل دلوقتي برضو هيجوع وتفتح نفسه. عملت معاها كده سلطه خضراء وعيش وطحينه جميله جدا. جه بقى وقت ان احنا ندوق فيه. زي ما انتم شايفين شكلها اهوت، اظن ان هو يدل عن طعمها الجميل، وكمان مستويه. وزي ما انتم شايفين اللحم كمان اهوت قدامكم. لو تبلتيها كمان اكتر بيكون اكتر، كمان التسوية بتاعتها بتكون احسن واحسن. انا هنا كنت مستعجلة على الشوي، فما لحقتش ان انا اتبلها قبلها بفترة. كل ما تتبليها اكتر بالتتبيلة الحلوة اللي قلت لكم عليها ديت كل ما تكسبيها. يبقى التتبيلة بتاعتنا معانا هنا خل وليمون وملح وفلفل وبهارات، 7 بهارات، وكمون وتوم وبصل، ولو في توم بودر بصل بودر زي ما تحبي، وكمان طماطم وفلفل اخضر. وهنحط عليهم كده معلقتين زبادي لو عندك يكون افضل، وهنغطيها بها وتفضل بيها متغطية بستريتش يوم كامل في التلاجة، او قبل ما تعمليها بليلة تحطها في التلاجة. دي هتديها فرصة ان هي تستوي اكتر واكتر، وكمان تشرب من التتبيل. هنا بقى بنعمل مع بعض الطحينة في البيت. حطيت كده تذكرة طحينة، لو عندك اللي هي البرطمانات هتحط 2-3 حسب الكمية اللي انت عايزاها، وعليها شوية نص كوباية مية دافية، وعليها بقدونس بقى وشبت لو عندك، وعليها 2 زيت وكمون وملح وتوم بودر بيخليها جميلة برضو. لو مش عندك بيبقى توم مفروم، بتبقى جميلة جدا مع المشويات. الطحينة خاصة في البيت بتبقى حاجة تحفة. هنا حبينا ان احنا نزودها بس الملح والفلفل بس كده على الوش، بقى حادقة شوية. طبعا خليها في الفويل كده بتزيد تسويتها وبيحافظ على سخونتها اكتر واكتر. ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. استنى رأيكم في الكومنتات. اسيبكم في رعاية الله، مع الف سلامة.